بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الداعي إلى توحيده والمرغب سبحانه وتعالى إلى تعظيمه وتمجيده، القائل: وما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز، والقائل: فسبح باسم ربك العظيم، والقائل: سبح اسم ربك الأعلى. أحمده تعالى بما هو له أهل من الحمد وأثني عليه، وأستغفره من جميع الذنوب والخطايا وأتوب إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من يطع الله ورسوله فقد رشد. ليست مقدمة للخطب، هذه ليست مقدمة للخطب، ولكنها قبل ذلك هي حقيقة قطعية يقينية ومنهج سليم للسير في الحياة وللنجاة والسعادة في الآخرة. من يطع الله فقط، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله منهج آخر وسلوك آخر ومعسكر آخر وفريق آخر وطريق أخرى. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. واشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا وأسوتنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، بداية آباء وإخوانا وأبناء في هذا المجتمع الأسبوعي المبارك، أذكر نفسي وإياكم بأعظم وصية وأعظم نصيحة وأعظم قضية خلقت من أجلها ووجدت لأجل تحقيقها في الحياة، وصية جامعة لكل خير مانعة من كل شر وضير، وصية الله لي ولك ولجميع الناس من الأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا، نعم قال آمنوا، ولكنه يؤكد لكي يتحقق حقيقة الإيمان في النفوس، تتحقق حقيقة الإيمان في النفوس: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. أنتم المؤمنون، نعم، اتقوا الله ولتنظر نفس نظر تأمل وإدراك وتفكر ومحاسبة للنفس، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. قال غد، وأنت لا تعلم متى لقاء الله، ولكنه مهما يكون من بعيد، مهما يكون من زمن بعيد في نظرك، إلا أنه أقرب قريب، فاجعله وكأنه غدا أو بعد ساعة. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ثم يؤكد مرة أخرى: واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، خبير بما إليه تنظرون، بما بآذانكم تسمعون، بما بألسنتكم تتكلمون، بما بأفئدتكم وقلوبكم تتخيلون وتتفكرون، وبما بأيديكم تبطشون، وبما إليه بأرجلكم تسعون. خبير بما تعملون. وإن كان كذلك فما من حال يصبح عليه الإنسان أو يمسي يسعده وينجيه إلا تقوى الله سبحانه وتعالى ومراقبته في السر والعلن. ثم يروي الصحابي الجليل أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا المنذر، أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال: فقلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب على صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، أي ليكن لك هنيئا
ونافعا ورافعا. والسؤال: أي علم احتوته آية الكرسي أصبح متناسقا ومنسجما ومستحقا أن ينال هذا الصحابي التهنئة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه؟ أي علم؟ أغلبنا أو كلنا بالقطعية تقريبا كلنا نحفظ آية الكرسي، فهل أنا وأنت نستحق هذه التهنئة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعلم الذي وقر في نفس وقلب الصحابي الجليل فيقول له: ليهنك العلم أبا المنذر؟ وأي نفع انتفع به هذا الصحابي من علم آية الكرسي يهنأ به في هذه الحياة الدنيا ويكون له نافعا ورافعا عند الله عز وجل؟ أظن أن كلكم أو أغلبكم يتصور بأن القضية ليست قضية الألفاظ، القضية ليست قضية جمع ألفاظ آية الكرسي من قوله الله لا إله إلا هو إلى قوله ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ليست هذه، وليس مجرد تكرارها في الصباح والمساء أو أدبار الصلوات أو قبل النوم أو نحو ذلك من المواطن الفاضلة، وإنما إيمان ويقين وتأثر وانتفاع وارتفاع تأثر بآيات أو بجمل آية الكرسي وقر في قلب هذا الصحابي استحق معها التهنئة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا دعونا معا نتأمل ونأخذ قبسات من شيء من جمل آية الكرسي ونسقطها على واقعنا وعلى أنفسنا وعلى أرواحنا وعلى برنامجنا اليومي وعلى فكرنا، وننظر ماذا أخذنا نحن من نور وبركة وحقيقة ويقين وإيمان آية الكرسي. يقول الله سبحانه وتعالى في بدايتها: الله الله. ماذا وقر في قلبك من الله؟ ماذا حضر في نفسك وفي روحك من الله؟ أي قوة عظمى تجلت في نفسك، وأي قدرة وأي عظمة وأي هيبة وأي عز وأي جلال وأي خوف وأي خشية وأي مراقبة من الله. الله الذي نجيب: من ربك؟ فنقول الله. من الله؟ الله الذي لا إله إلا هو. هل وقرت في القلب حقيقة لا إله إلا هو؟ هل تأثر برنامجي اليومي من الله لا إله إلا هو؟ هل تأثرت عيناي من أنه لا إله إلا هو؟ أذناي، لساني، يدي، بطشي، حركتي، فكري، طموحي، آمالي، جهدي، سعي، إلى أي نورانية وإلى أي مستوى تأثرت من الله لا إله إلا هو، الكلمة التي بعث الله بها جميع الأنبياء والمرسلين. الله لا إله إلا هو، الإله الذي يخلق، والإله الذي يرزق، والإله الذي يملك، والإله الذي ينفع، والإله الذي يضر، والإله الذي يعطي، والإله الذي يمنع، والإله الذي يرفع، والإله الذي يخفض، والإله الذي يعز، والإله الذي يحيي، والإله الذي يميت. هو الله، ومن سواه لا شيء، من سواه عدم. فالله يخلق وغيره لا يخلق، والله يرزق وغيره لا يرزق، والله يملك وغيره لا يملك، والله ينفع وغيره لا ينفع، والله يضر وغيره لا يضر، والله يرفع وغيره لا يرفع، والله يخفض وغيره لا يخفض، والله يعز وغيره لا يعز. وفي كل ذلك وما سوى ذلك يفعل كل ذلك وحده، فهو يخلق وحده ويرزق وحده ويملك وحده وينفع وحده ويضر وحده ويعطي وحده ويمنع وحده ويرفع وحده ويخفض وحده ويعز وحده ويذل وحده ويحيي وحده ويميت وحده ويفعل كل شيء وحده. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل؟ هل من شركائكم من يفعل؟ هل هناك فاعل؟ هل هناك خالق؟
هل هناك رازق؟ هل هناك محيي؟ هل هناك مميت؟ هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه، تسبيح له، إلغاء كل من سواه، وإثبات كل الفعل له، كل القدرة له، وكل الخلق له، وكل الرزق له، وكل الملك له، وكل صفات الجلال والإكرام والعزة والرفعة له وحده. قل هو الله أحد. الله لا إله إلا هو الحي، كل حي وكل موجود اكتسب وجوده منه، فما من موجود وما من حي إلا وحياته ووجوده من الحي الذي ليس لحياته أولية وليس لحياته آخرية، أزلي أبدي سبحانه وتعالى. أما كل حي وكل موجود كان صفرا وكان عدما، ثم أوجده الحي القيوم، وهو القيوم سبحانه وتعالى قائم على كل نفس، قائم عليك وعلى كل نفس فيك، وعلى كل قطرة دم تتحرك في شرايينك وأوردتك. قلبك الذي ينبض الآن بالدم في شرايينك وأوردتك إنما هو من الله وحده. قل من يرزقكم من السماء والأرض، ومن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر. من دبر أمرك؟ من سقاك وأطعمك وأنت جنين في بطن أمك؟ من أخرجك من بطن أمك؟ من هيأ لك طعامك وشرابك ولباسك؟ يا عبادي، في الحديث القدسي ينادينا الله: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل ما زاد ذلك في ملكي شيئا. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل ما نقص ذلك من ملكي شيئا. إنما هي أعمالكم. الله غير محتاج لصلاتي، لا إلى الفجر ولا إلى الظهر ولا إلى العصر ولا إلى المغرب ولا إلى العشاء ولا إلى صيام رمضان ولا لتلاوة قرآني ولا لأذكاري ولا لغض بصري ولا لكف لساني عن الحرام ولا فرجي عن الحرام ولا بطني عن الحرام. الله غير محتاج. المفتقر أنا، المحتاج أنا، المتمسكن بين يدي الله أنا. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. أنت المنتفع، أنت المستفيد. هو غير محتاج لك، لا إلى عبادتك ولا إلى علمك ولا إلى عبوديتك ولا إلى ركوعك ولا إلى سجودك ولا إلى قيامك ولا إلى ذكرك. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. في إدارة شؤون مملكته العظمى، وأنت وأنا ذرات صغيرة من مملكته العظمى الكبيرة، لا تأخذه سنة، لا يأخذه نعاس عن إدارة شؤون هذه المملكة العظمى بتفاصيلها الصغيرة. لا تأخذه سنة ولا نوم. ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم. 3 أشخاص يسيرون في سيارة أجرة الآن في واشنطن أو بانكوك أو بكين أو طوكيو أو في مشارق الأرض ومغاربها، رابعهم الله. وال4 في السيارة الأخرى خامسهم الله، وال7 في الحافلة الأخرى ثامنهم الله، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر في أي موقع وفي أي مكان إلا هو معهم أينما كانوا. هل انتهى الأمر؟ لا. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. وأقله وحدك، ثانيك الله. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. وحدك، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. تعظيم الله من خلال هذه الألفاظ النورانية المقدسة المباركة.
من خلال كلام الله عز وجل الذي يراد منه أو يريد الله سبحانه وتعالى منه أن تنزل هذه الحقائق وهذه العظمة في قلبي وفي قلبك حتى تأتي العبودية لله سبحانه وتعالى بنظام الانكسار والتواضع والعبودية القطعية الكاملة لله عز وجل والتبتل إليه سبحانه وتعالى والانقطاع الكامل له وإلغاء كل شيء من سواه. الله نهى المشركين والكافرين أن يجعلوا مع الله ندا أو أن يجعلوا مع الله إلها أو أن يجعلوا مع الله أحدا يطاع. والواجب علي أنا المسلم وعليك أنت أن نحذر من أن نقع فيما وقعوا فيه. نعم هم وقعوا بنظام الأصنام، ولكن اليوم هنالك أصنام أخرى وآلهات متعددة أخرى تطاع من غير الله عز وجل. تقول لأحدهم اتق الله وكن على إيمان واستقامة وارجع إلى الله عز وجل، فحياتك حياة الابتلاء والاختبار والامتحان. استقم على دين الله لترضي الله فيرضيك الله ويسعدك في الدنيا والآخرة. فيقول نعم كلامك صحيح، ولكن ماذا يقول عني فلان؟ ماذا يقول عني زميلي في العمل؟ ماذا يقول عني صاحبي؟ ماذا تقول عني الشلة التي أسهر معها؟ ماذا يقال عني ابن عمي ابن خالتي ابن عمي صديقي زميلي ماذا يقول؟ واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. أنت تراعي العدم، أنت تراعي الأصفار، أنت تراعي الفقراء المحتاجون لا يملكون لأنفسهم، فكيف توقعت وتصورت أنهم يملكون لنفسك نفعا أو يدفعون عن نفسك ضرا؟ الوهم والغفلة والجاهلية بالله. أكبر جاهلية وأخطر جاهلية تصيب المسلمين اليوم تعظيم من سوى الله على حساب أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا فهمت شيئا من نورانية ذلك بان لك لماذا هنأ الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أبا المنذر بعلمه بشيء أحاط به قلبه من نورانية آية الكرسي. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم وادعوه يستجب لكم إنه هو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن تعظيم الله عز وجل والإيمان به وتحصيل اليقين على قدرته وعظمته وفعله وتصرفه ليس المقصود منه فقط أن تكون أنت أيها الإنسان معظما لله عز وجل بقلبك أو كثيرا للذكر له بلسانك، وإنما المقصود الأعظم منه أن تأتي عندك حقيقة الاستقامة لله عز وجل، وأن تأتي عندك حالة التقوى التي هي فعل جميع أوامر الله عز وجل والانتهاء والترك لجميع مناهي الله عز وجل، وهكذا ما أمر به ونهى عنه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قال علماء التفسير: أي يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في جميع شرائع الإسلام كافة. فلا يريد الله الآن أن يخاطب الناس ليدخلوا في الإسلام أو يكونوا على حالة السلم المخالفة لحال الحرب، بل يريد من الذين آمنوا، فالخطاب للذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، ولكن آمنوا أي ادخلوا
في السلم كافة، في جميع شرائع الإسلام كافة، لتثبتوا حقيقة الإيمان لربكم. وهذا الذي يجب أن يظهر على واقع الحياة، إضافة إلى مسؤولية عظمى جليلة ألقيت على عاتق كل مسلم، وهي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا نجاة من الخسران إلا بإيمان حقيقي يقيني يعقبه عمل في سلوك في واقع هذا الإنسان في هذه الحياة، وجهد يقوم به وسعي في دعوة الناس إلى الخير. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل الإيمان الحق الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى، وأن نوفي بشرط هذه الخيرية من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا، وصلوا وسلموا على سيد المرسلين وقائد الغر المحجلين، فقد أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، حيث قال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم احفظ أوطاننا وأعز سلطاننا وأيده بالحق وأيد به الحق يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تعز الإسلام والمسلمين وأن تذل الكفر والظالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة وفلسطين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة وفلسطين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة وفلسطين، اللهم انصرهم على أعدائهم وأعداء الحق والدين. اللهم أخزِ اليهود الغاصبين وأخزِ النصارى الظالمين وأخزِ من والاهم وعانهم من المنافقين وسائر المجرمين. اللهم ربنا غلب عبادك المؤمنين المجاهدين الموحدين على المشركين والظالمين والفاسقين، وما النصر إلا من عندك يا الله يا عزيز يا حكيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.